السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم بي كوين. في حلقة النهاردة هنتكلم عن تلاجة من الفئات العالية، يعني تتحط مع تلاجات ال جي وسامسونج وكمان تلاجات أريستون، هي تلاجة بوش. هنتكلم معاكم عن مميزات وعيوب التلاجة وآراء الناس اللي استخدموا التلاجة، وأنا واثق قد إيه هتنبهروا من إمكانيات التلاجة دي. فلو اول مره تشوفنا انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجه جديده. احنا قناه مهتمه بالرياضه الاجهزه المنزليه، فلو حد عايز ياخد اي فكره عن اي منتج قبل ما ينزل يشتريه يتواصل معانا من خلال التعليقات او من خلال رقمي الشخصي الموجود دايما في صندوق الوصف عن طريق الواتساب. ولو في اي حد عايزني اعمل ريفيو عن اي منتج برضه يتواصل معانا، هنعمل ريفيو عنه على طول. يلا بينا عشان ما نطولش عليكم نشوف معانا ايه النهارده. بي كوين مش بس متخصصة في مراجعة الأجهزة المنزلية، لا وكمان متخصصة في العناية بالشعر والبشرة. بنعمل تركيبات لجميع مشاكل الشعر. التركيبة مكونة من زيوت طبيعية وفيتامينات معالجة، والنتيجة مضمونة بنسبة 100%، وده مش رأينا احنا، ده رأي كل اللي استخدموا تركيباتنا. تواصلوا معانا خلال الواتساب وقولنا مشكلتك واستلمي المجموعة المناسبة لشعرك. خصم خاص على مجموعة الهير ماسك لجميع عملاء بي كوين. تلاجة بوش يمكن من التلاجات القوية جدا في السوق المصري ومفيش حد كتير بيتكلم عنها. فاحنا النهاردة هنبدأ معاكم بمميزات التلاجة، بعد كده هنتكلم عن العيوب، بعد كده هقول لكم آراء الناس اللي استخدموا التلاجة بالفعل. نبدأ معاكم بمميزات التلاجة. أول ميزة، التلاجة بتكون مميزة بدرج كده خاص للطعام المجمد. ده بيكون درج إضافي مع درج التلاجة، ده نقدر نحط فيه الأطعمة المجمدة. دي بنحط فيها الأطعمة الكبيرة شوية نسبيا، ممكن مثلا تحط فيها تورتة تحافظ عليها عشان ما تسيحش، حاجات كده. تكون مزودة بأرفف زجاجية قوية جدا غير قابلة للكسر وسهلة في الفك والتركيب. جسم التلاجة بيكون متين جدا، مصنوع من الستانلس ستيل غير قابل للتبصيم. في بعض الموديلات الستانلس الناس بتخاف من موضوع التبصيم ده، بالذات اللي عندهم أطفال، لو أي لمسة للتلاجة فيها بتبصم وبتكون صعبة في التنظيف. بالنسبة لتلاجات بوش فالموضوع ده مش موجود، بتكون غير قابلة للتبصيم وبرضه غير قابلة للخدوش الصغيرة، مش بتأثر فيها مش بتعلم فيها. بتكون برضه مزودة بإضاءة ليد بتكون مريحة للعين وموفرة للكهرباء. طبعا التلاجة بتكون نو فروست مش دي فروست. فيها تقنية التجميد السوبر او السوبر كولينج. الخاصية دي بتجمد الأطعمة اللي احنا عايزين نجمدوها بأسرع وقت ممكن بدون التأثير على الأطعمة التانية. يعني مثلا لو حاطين حاجة سخنة في التلاجة فهي بتتعامل معاها على تبريد أقوى من التبريد العادي بتاع التلاجة. يعني مثلا لو هنحط حاجة سخنة في التلاجة فالتلاجة اوتوماتيكيا كده بتقلل درجة الحرارة درجتين عشان تبرد الحاجة السخنة دي وما تأثرش على الطعام اللي حواليها. وبعد ساعات قليلة بتبدأ درجة الحرارة ترجع لمعدلها الطبيعي عشان طبعا ما تستهلكش كهرباء كتير. فيها خاصية تانية اسمها الفريش سينس. دي خاصية جميلة جدا بتخلي الطعام اللي جوه التلاجة ولا مجمد قوي ولا مش مجمد قوي، في النص، عشان يحافظ عليه صحي. بصوا هي التلاجة دي حط لها الاكل وهي تتعامل معاها على طول. فيها برضو خاصية السوبر فريزنج، التجميد السريع. زي ما اتكلمنا عن ان التلاجة بتقلل درجة الحرارة عشان تناسب الاكل، فبرضو الديب فريزر بيعمل نفس الفكرة دي، بس ده بيكون وضع احنا بنشغلوه من خلال الفريزر نفسه، مش بتحط على طول اوتوماتيك. يعني مثلا لو في طعام بره الديب فريزر بقاله فترة وعايزين تحطوه قبل ما يبوظ فحطوه على طول وشغلوا الخاصية دي مش هيبوظ. متوفرة بأكتر من شكل، في الشكل العادي، في بشاشة ديجيتال، في اللي موجود ديسبنسر، في الاتنين في بعض. مقابض التلاجة بتكون قوية جدا، مش سهل انها تتكسر او تتخلع. من اكتر التلاجات اللي بتكون موفرة للطاقة. الرمز بتاعها بيكون A++ مش A بس. بجانب كل ده ان التلاجة مش بتصدر صوت مزعج، صوتها هادي خالص. بيكون فيها قفل امان ضد لعب الاطفال، تقفله بلوك كده مفيش حد يقدر يفتحها، وفي برضو تنبيه لو الباب ما اتقفلش كويس. التحذير بيكون مرئي وصوتي، بتلاقي فيه الارم كده في الشاشه الديجيتال بتنبيه ان الباب ما اتقفلش كويس، وبرضو بيكون فيه صوت زي انذار كده. الشاشه الديجيتال برضو بيكون عليها درجه حراره التلاجة ودرجه حراره الفريزر، كل حاجه منفصله. ده كده بالنسبه لكل مميزات تلاجة بوش. نتكلم بقى معاكم عن العيوب. اول عيب معانا هو مش بيعتبر عيب، لكن هو ارتفاع ثمنها. سعرها بيكون غالي جدا عن التلاجات التانية، وده طبيعي بالنسبة للفئة السعرية دي، فهي مش بتكون مناسبة لجميع الفئات. بيكون فيها بعض المشاكل في الصيانة، صعوبة وجود قطع غيار. التلاجة بتحتاج صيانة مثلا كل 6 شهور، بتحتاج تتظبط قبل دخول فترة الشتاء وقبل دخول فترة الصيف، كأنك شاري عربية بالظبط، لازم صيانة دورية.
من كتر الفتح والقفل فبيبوظ ومش بيكون قوي كفاية لتحمل الصدمات. فهي بتكون تلاجة متدلعة شوية، يعني لو عيلة كبيرة منصحش بالتلاجة دي خالص، هي بتاعت فئات معينة. بالنسبة لآراء الناس اللي استخدموا التلاجة فمعظم الآراء كانت طبعا إيجابية. أكتر الناس أبدوا إعجابهم بالتصميم بتاع التلاجة، مواصفاتها العالية، وفضلوها طبعا عن تلاجة بيكو اللي بالمناسبة عامل عنها حلقة تظهر جنبي في علامة الآي، ولو ما ظهرتش خدوا لفة في القناة وانتوا بتشتركوا هتلاقوا فيديوهات كتيرة جدا. ناس بتصنفها إن هي أفضل تلاجة موجودة في السوق، وناس تانية بتشكر في خدمة ما بعد البيع وإنهم سريعين جدا في الإجابة. فهي التلاجة بشكل عام محترمة جدا وكويسة وقوية، بس مش مناسبة لجميع الفئات، بتحتاج فئات معينة يشتروا التلاجة دي، خصوصا إن سعرها عالي جدا. مش هنتكلم معاكم عن أسعار لأن الأسعار كل يوم بتكون في حال، فلو حد حابب يسألنا عن موديل معين من خلال التعليقات تحت أو من خلال الرقم الموجود في صندوق الوصف. وبكده نكون خلصنا معاكم حلقتنا النهاردة. رب تكون الحلقة عجبتكم، نشوف حلقات جاية كتيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.